آسفة لو كنت تأخرت. نازلي شوكت تحسين، من أصول مصرية، من عيلة أرستقراطية كبيرة، ليها جذور تركية. بعد ثورة 52 أهلها كلهم هاجروا للخارج، وهناك تعرف أبوها على أمها الإنجليزية واتجوزوا. درست علم النفس في الجامعة وكانت متفوقة جدا في دراستها. بعد ما خلصت عملت ماجستير ودكتوراه وتعينت في نفس الجامعة اللي اتخرجت منها. اتجندت لصالح المخابرات في البلد اللي عايشة فيها، وهي في الجامعة كانت بتشتغل في البداية كمصدر تنقل بيه أخبار ومعلومات عن الطلبة العرب وترشح عملاء من بينهم. بس بعد ما ظهر تفوقها في مجال علم النفس استخدموها إنها تقدر تحلل العملاء وتكشف طبيعة ولائهم ونقط ضعفهم. من حوالي 6 سنين أنهت خدمتها في الجهاز اللي كانت بتشتغل فيه وتحولت معاهم لمستشارة بيستخدموها في حالات معينة. وبعد كده اتحولت لعميلة رئيسية في المخابرات التركية. لسه معاها الباسبور المصري. كانت بتيجي مصر وتروح على فترات متباعدة لحد من 5 سنين، بس بطلت تدخل مصر نهائي. في الحقيقة يا فندم إن هي جت فترة جمدت فيها نشاطها من باب الاحتياط عشان تطمن إن إحنا مش وراها، مع إننا كنا حريصين جدا إن إحنا ما نحسسهاش إننا شغالين عليها. وده اللي خلاها بعد كده اطمنت ورجعت تمارس نشاطها بشكل طبيعي. لكن بالرغم من ده فضلت برضه مصرة إنها ما تدخلش مصر، وده اللي بيتناسب مع طبيعتها الشكاكة والحذرة بشكل كبير. نازلي شوكت تحسين دي مهمتك الأساسية اللي أنت مسافرة لها دي. طبعا هتشتغل عليكي، ده اللي المفروض نكون جاهزين له كويس جدا. وبما إنك هتقربي منها بشكل مباشر محدش قدر يوصل له قبل كده في الجهاز، فأنت هتجيبي لنا من عندها حاجة مهمة جدا. فهمتي بقى أنت موجودة هنا ليه؟ فهمت. ايوه، ما انت قاعده طول النهار حاطه ايدك على خدك وتبكي على اللبن المسكوب. وانت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اطلعي بره الام اللي انت فيه ده. اقول لك تعالي معايا القهوه. وانا يا اختي بقى لو جيت معاكي قهوه المناضلين دي سيف اخوكي عقدته هتتفك معايا يعني؟ طبعا، ده هو لما جه يكلمني عليكي ايه قال ده؟ هو كلمك عني؟ قال لك ايه؟ ما تنطقي. قال لي مشكلتي معاه انها بروطه. ايه؟ بصراحه هو عمره ما جاب سيرتك اصلا. صدقي يا بت ان انت غلسه. افهمي يا ماما مخ تخين، ما هي مشاكلنا الشخصيه دي جزء من مشكله البلد اللي لو لقينا لها حل كل مشاكلنا هتتحل. لا يا اختي، سبتلك انت الكفاح والمناضله. وانا لو سيف كان بيكافح معايا كده زي اسم النبي حرس وصين وليد ده كنت حبيت الكفاح زيك كده. اطلعي بره. ايه؟ اطلعي بره. نازلة عشان تقيمك هتشتغل عليك على مرحلتين. الأول هتراقبك من بعيد قبل ما تقرب منك بشكل مباشر، وده من خلال أفراد منتشرين في المكان، ومن خلال كاميرات هتصورك زي الكاميرات تقريبا اللي موجودة حوالينا هنا. أنا عايزك تاخدي بالك من زاوية وشك والتعبيرات اللي هتبان عليها، وكمان تحاولي تتخلصي من الحالة العصبية اللي أنا نبهتك ليها. وبعدين هنشوف الكاميرات ونتناقش فيها. أنا وهبة هنقوم بدور المجسوسين في وسط المكان. اوكي؟ الأقليات؟ مش بس المسيحيين، أهل النوبة والبدو والأمازيغ كمان. مالك؟ شكل الموضوع مش عاجبك. بلاها. لا بس أنا مستغرب، يعني إحنا عادة لما بنتناقش في الملف ده بيكون الموضوع عن المسلمين والمسيحيين. مصطلح الأقليات مصطلح جديد على الشأن المصري. وإحنا رح يكون لنا سبب في هالموضوع في الشأن المصري. وكالات كتير رح تطلبه، وكل مرة تطلب رح نحاسبهم على إنها أول مرة. هاي الوكالة بالتحديد مدير تحريرها صديقي من زمان، إسحاق شمعون. تسمع عنه؟
بسمع عنه وقريت له. كان عامل كتاب عن الأقليات في المنطقة العربية من كام سنة، كان كويس جدا. برافو، عامل الريسيرش تبعك. اكيد فهمت ليه هالموضوع بيهمه. انت عايز الريبورتاج امتى؟ yesterday. الو، مساء الخير، صيدليه الدكتور نجيب. من فضلك كان في دواء مستورد كنت طلبته وقالوا لي بعد يومين. تمام، تقريبا وصل. حضرتك تقدر تيجي تستلمه في ميعادك. مع السلامه. انت اتحكمتي في تعبيرات وشك وفي نظره عينيكي وفي حركه ايديكي، لكن بصي، حركه رجليكي فضحتك. حضرتك محتاجني في حاجه تانية يا فندم؟ لا لا، اتفضلي انت يا هبه، احنا مش هنقدر نوصل لحاجه النهارده. بعد اذنك. معلش يا فندم، هو ليه من ساعة ما جيت وحضرتك بتعاملني على إني واحدة مبتدئة؟ أنا مريت باختبارات زي دي بدل المرة 10 مرات مع ناس مختلفة وفي أماكن مختلفة، وكل مرة كنت بعدي منها. مش مع نظلي تحسين يا دين. نظلي تحسين لما تسألك انت بتحبي السيف العربي ولا لا، ما ينفعش تقولي لها دي كانت علاقة قديمة. إجابتك لازم يا يا لا، ولازم تصدقك. طب بعد إذن حضرتك كمان مرة. المشكلة دي مش هتتحل بالعند يا دينا. انت النهارده تروحي بقية بيتكم، والصبح تظهري في مكتبك، والساعة 3 تكوني عندي هنا. حاضر يا فندم. بعد إذن حضرتك. تعرف اسحاق شمعون كويس يا مينا؟ طبعا، صحفي معروف وليه كتب مشهوره ومسك اكتر من وكاله انباء محترمه. وصهيوني متعصب جدا مع انه اصوله عربيه، وواحد من اهم عملاء التاثير عندهم. ده غير بقى انه مشغل شبكه من الصحفيين والاعلاميين بتنفذ تعليماته وتكليفاته في اكتر من 10 دول. بتخوفين اكتر ما انا خايف يعني. بالعكس، انا بفرحك. اللي حصل بينك وبين سهيله ده علامه كويسه. ده معناه ان اسحاق طلب ايدك منها. والمهر الريبورتاج اللي طلبته منك. لا، الريبورتاج ده خطر، ده حقل الغام وانا بنبه. معلش، اسحاق يستاهل بره. مش عايزاك تقلق خالص، انا هظبط كل حاجه، ولما نتقابل هنتناقش فيها المره اللي جايه. اخرج انت الاول يا مينا. وانت مالك سرحان كده ليه؟ انا قلت انت اكتر واحد هينبسط من المكالمه دي. يا ابني انت وانا جاي اكل اكلك ولا ايه؟ مبسوط والله، بس انا مستغرب. مش عارف ماما عملت كده ليه اصلا. هو الغريب اللي كان بيحصل قبل كده يا حازم والله. صح، المهم انها حصلت. حضري نفسك بقى يا ستي، المسقعه بتاعت عمتك عادي. الناس بتكتب وصيتها اصلا قبل ما بتاكلها. بجد؟ هو انت هتقولي لخاله شاكر؟ لا طبعا، ما عنديش استعداد ان هو يقول لي لا. عارف يا حازم، انا من زمان ونفسي اجي البيت عندكم. ادخل اوضتك اللي انت بتكلمني منها، حاسه ان عندي بيت وعائله زي بقيه الناس. ما عنديش استعداد ان بعد ما احس الاحساس ده يبقى في خطوه واحده بس قدامي حد ياخدها مني، حتى لو الحد ده كان ابويا او امي. طب امشي، زمري كتير عشان نوصل بسرعه.